هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجع لكم بمقطع جديد ومقطع زلها. طبعا في مقطع اليوم راح نتكلم عن توب 10 أصعب المهمات في جي تي اي سان أندرياس. طبعا سابقا قبل 4 شهور تقريبا نزلنا توب 10 أصعب المهمات في تاريخ جي تي اي كلها، لكن مقطع اليوم راح يكون خصيصا لجي تي اي سان أندرياس وأصعب المهمات فيها. اكتبوا لنا في خانة التعليقات هل تبغون نسوي نفس الفكرة في كل جزء لحاله او لا. اكتبوا لنا في خانة التعليقات. عموما راح نرتب المهمات الصعبة في جي تي اي سان اندرياس تنازليا من الاصعب الى الاصعب على الاطلاق، فخلونا نخش سويا في المقطع. طيب زي ما تعرفون جي تي اي سان اندرياس فيها العديد من المهمات الصعبة، لكن مهمات اليوم هي الاصعب والاغث على الاطلاق تماما. في المرتبة العاشرة You Had Your Chips، وفيها ووزي يكلف سي جي بتفجير بضاعة السنداكو اللي مخلينها في أحد مخازن المدينة، وفعلا سي جي يقوم بهذا الأمر. لكن الصدمة هو أنه أعدادهم هائلة وهائلة جدا، وكثيرين بشكل لما تتصوروا، وأيضا زابنين زبنات أو متخبيين في أماكن الله لا يوريكم، زابنين أماكن جدا جدا صعب إنك تلاحظهم. إضافة إلى ذلك هم معاهم أسلحة جامدة، بينما أنت ما تقدر تطلق عليهم بالشكل الصحيح، وما تقدر تأيم على راسهم تحديدا عشان يموتون بسرعة، زابنين ومخبيين رؤوسهم. في المرتبة التاسعة فيرتيكال بيرد، وفي المهمة تورينو يطلب من سي جي انه يداهم مطار عسكري ويسرق طائرة حربية واللي هي الجيت، وبما انه مطار عسكري فاكيد انهم كثيرين واقوياء، فراح تاخذ وقت طويل جدا عبال ما توصل للجيت. ولما توصل له زي ما تعرفون التحكم بالطائرات في جي تي اي سان اندرياس صعب وبيض، فاحتمال انك تطيح الجيت عالية جدا جدا جدا. ايضا ترى يبغونك تفجر شحنات معينة وانت قاعد تسوق بالطيارة البايخة هذه اللي صعب التحكم فيها، لو طيحتها ترى راح تعيد من اول وجديد اكيد. في المرتبة الثامنة تورينوز لاست فايت، وفي المهمة عليك تفجير طائرة معينة كانت على وشك الإقلاع والهروب. طبعا إذا هربت منك وطارت انسى أنك تلحقها نهائيا، فعليك أنك تفجرها مباشرة بمجرد ما تشوفها. الصعوبة وين؟ الصعوبة هو أنه لو ما معاك الار بي جي الذكي اللي يلحق، استحالة جدا أنك تعدي هذه المهمة وتفجرها، لأن الطائرة حرفيا مراوغة كبيرة جدا، لذلك دائما خلي الار بي جي الذكي معاك. في المرتبة السابعة ستو اواي. طبعا ممكن تخالفني الرأي، لكن اسمعني اولا، صحيح المهمة رهيبة واسطورية وممكن تشوفها سهلة بالنسبة لك، لكن الصعوبة النسبية اللي واجهوها اللاعبين هي لما تخش الطائرة. طبعا بمجرد ما تدخل الطائرة لا يمكنك استخدام اسلحة نهائيا، لانك لو استخدمتها الطائرة راح تنفجر لانها مليانة متفجرات زي ما تعرفون، لذلك عليك المباكسة بيدك والمضاربة بيدك. ايضا لابد ذكر الجوالين اللي تطيح من الاعلى، اللي ممكن ترى لو دقتك انها تطيحك تماما وتفشل المهمة. في المرتبة السادسة لو رايدر. أتوقع أنكم تعرفون هذه المهمة، وفيها بكل بساطة تتحدى مع أحد المكسيكيين في رقص السيارات والهيدروليكس وما شابه ذلك. طبعا الصعوبة وين؟ الصعوبة هو أنه لازم تضغط الزر المعين في الوقت المناسب والمكان المناسب والوضعية المناسبة، وصراحة هذه المهمة دبل صعوبة على البي سي، لأنه التحكم في هذه المهمة جدا جدا صعب ويختلف عن البقية، ويختلف في البي سي عن البقية، وعليك الرقص بالأرقام في البي سي، بالأرقام اللي فوقه وفي اليمين، فالصعوبة كانت جدا جدا عالية بسبب هذا الشيء. في المرتبة الخامسة NOE. يا الله يا اخوان، هذه المهمة ما احكي لكم قد ايش جلطتني وكم مرة عدتها عشان اعديها بالطريقة الصحيحة. التحكم في الطائرات يا اخوان في جي تي اي 3 دي يونيفرس هي كابوسي الاعظم، وفي هذه المهمة يطلب منك انك نعم تقود طائرة، لكن عليك ايضا انك تقودها في مرتفعات
منخفضة، بمعنى انك لابد عليك تقود هذه الطيارة وانت قريب من الارض زي ما تشوفون. فانت تركز على ايش؟ صعوبة القيادة ولا صعوبة انك تقودها وانت قريب جدا من الارض وما تطلع فوق؟ روكستار حرفيا كلاب بسبب وضعهم هذه المهمة ووضعهم هذه الشروط البيض ايضا. في المرتبة الرابعة فري فول. هذه المهمة هي الجلطة النهائية والنهائية لانه حرفيا عليك قيادة الطائرتين. اولا راح تتوجه للمطار وراح تحصل طائرة الدودو منتظرتك انك تسوقها. طبعا طائرة الدودو زي ما تعرفون منذ جي تي اي 3 وهي بيض وصعبة التحكم، بل انه في جي تي اي سان اندرياس هي واحدة من اصعب الطائرات في القيادة لانها حرفيا معوقة جدا، فعليك انك تقودها بشكل مثالي وبشكل جيد جدا، وراح تستمر في الطيران وراح تستمر في الصعود الى اعلى لحد ما تلحق الطائرة المطلوب سرقتها من قبل سي جي. وفعلا لما سي جي يقرب منها راح ينط عليها زي ما تشوفون. ولما تخش راح تحصل أعداء وعليك قتلهم من الألف للياء، وبعد ما تقتلهم الآن راح تقود الطائرة الثانية هذه لحد المطار، وهي أيضا صعبة جدا جدا في التحكم لكنها أهون بكثير من الدودو. ملاحظة جدا جدا مهمة هو أنه لو فشلت في أي نقطة من فترات المهمة ترى راح تعيد من أول وجديد مهما كنت متقدم في المهمة. لو أنك فجرت المهمة في آخر لحظة من المهمة ترى راح تعيد من أول وجديد. في المرتبة الثالثة فلايتس سكول. عاد هذه المهمة هي أجلط مهمة فيها طائرات في جي تي اي سان اندرياس، وعليك فيها بكل بساطة أنك تتعلم كيف تسوق الطائرات أو طائرات جي تي اي سان اندرياس. يدربك على كل أشكال الطائرات بجميع أنواعها، ويطلب منك أنك تخش بالطائرة من خلال حلقات معينة بسرعة معينة في وقت معين وإلى آخره. طبعا رغم تعليمه لك لكن 100% راح تواجه صعوبة في قيادة الطائرات في المهمات لأنه أساسا تدريبه بيض وتدريبه سيء ولا يمت للواقع بصلة. هذا يدربك شيء والمهمات شيء مختلف تماما. وفي المرتبة الثانية Wrong Side of the Tracks. عاد المعروف لا يعرف، وأحد أوائل المهمات الصعبة في جي تي اي سان أندرياس، وفيها عليك يا سي جي إنك تتخلص من أفراد العصابة المكسيكية المتحصنين في القطار الماشي هذا. طبعا لو خلونا روكستار جيمز إنه نحن كسي جي نقتل هذول العصابة المكسيكية كان المهمة والله العظيم ما أخذت دقيقة واحدة، لكن الجلطة هو إنه بيج سموك الخبل هو اللي طلق، وسموك يا اخوان حرفيا ايمو بيض وما يقدر يطلق عليهم. مو ما يقدر يطلق عليهم، يطلق عليهم لكن كل الطلقات تجلي وغير صحيحة. فسموك جلطة 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 في هذه المهمة. واحيانا ايضا يجي قطار يصدمك والمهمة تفشل ولازم تعيد من اول وجديد. احيانا القطار الاساسي يهرب منك وعاد ما تلحقه فعليك انك ايضا تعيد من اول وجديد. فالمهمة من عدة جهات جلطة جدا. وفي المرتبة الأولى سبلاي لاين، المهمة الأصعب في تاريخ جي تي اي سان أندرياس، وتفوز بهذه المرتبة بجدارة. وفيها عليك قيادة طائرة صغيرة جدا، وعليك إنك تفجر 5 شاحنات منتشرة في المدينة وأيضا متباعدين عن بعضهم البعض، وفوق ذلك تراهم أبدا ما هم واقفين بل إنهم يمشون. طبعا الطائرة الصغيرة هذه لها وقود، ولو خلص الوقود ترى راح تفشل المهمة، راح تعيد من أول وجديد. وأيضا الوقود لابد إننا نذكر إنه يخلص بسرعة وبسرعة جدا. مع كل الصعوبات المذكورة ضيف إليهم صعوبة التحكم بالطائرة. حنا يا روكستار أساسا يعني ما فلحنا في الكبيرة، تروحون تجيبون لنا طائرة صغيرة أيضا، فالمهمة حرفيا تأخذ منك 20-25 محاولة عشان تعرف جميع تحركاتهم وتتقن قيادة الطائرة الصغيرة. فحط نفسك في المهمة، انت متوتر تقود طائرة صغيرة وهذولا يهربون، الوقود يخلص، لو صدمت راح تخسر المهمة. جلطة حرفيا أصعب مهمة في تاريخ جي تي اي وليس حتى جي تي اي سان أندرياس فقط. وتقريبا هذا هو مقطعنا اليوم، وفيه شفنا توب 10 أصعب المهمات في تاريخ جي تي اي سان أندرياس. شاركونا آراءكم في خانة التعليقات. هل تبغونا نسوي
في اجزاء اخرى اصعب المهمات زي مثلا جي تي اي 4، جي تي اي فايس سيتي، فايس سيتي ستوريز، ال سي اس، فاكتبونا في خانة التعليقات. طب كي وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.